اللي قدامك ده هو فيديو المستر بيست، اكبر يوتيوبر في العالم، امبارح لسه منزله وهو بيقضي حوالي 100 ساعه جوه الهرم بيستكشفه كله. ولكن يا صديقي الغريب ان هو سال دكتور زي حواس، قال له هو اللي بنى الاهرامات المصريين ولا الفضائيين؟ ولكن هتعمل ايه لو قلت لك ان اجابه السؤال ده ليها علاقه بالنبي ادريس عليه السلام؟ والاهم هو احنا ليه كل فتره يطلع لنا واحد من بره زي ايلون ماسك اللي عمال بيقول لك ان المصريين اصلا ما بنوش الاهرامات، حبه يقول لك دول الفضائيين، حبه يقول لك دول افرو سنتريك اللي بيقولوا يعني ان الافارقه هم اللي بنوا الاهرامات مش المصريين، وكلام تاني طالع ان كان في عمالقه بنوا الهرم او ان الجن ساعدوا المصريين القدماء في انهم يبنوا الاهرامات. فتعالى بقى نمسكهم حاجه حاجه ونجاوب عليهم. صلي بينا على النبي وركز معايا. اهرامات الجيزه وابو الهول واحده من اهم المعالم الاثريه في العالم، من ضمن عجائب الدنيا السبعه هي وابو الهول. فازاي بناء بالحجم ده؟ لو هنتكلم مثلا عن اكبر هرم ارتفاعه حوالي اكتر من 140 متر قبل النحت، وزنه بيصل ل 6.5 مليون طن، فازاي قدروا من اكتر من 5000 سنه ان هم ينقلوا احجار بالحجم ده ويعملوا الاهرامات؟ طبعا عشان تبقى متخيل حجم الموضوع، انت بتتكلم ان احنا كل ده منبهرين باول هرم فيهم، لكن لو انت ما تعرفش فمصر عندها اكتر من 120 هرم متوزعين باحجام واشكال مختلفه، مبنيين في حقب زمنيه مختلفه عن بعضها. طبعا زود عليها المعابد، المقابر اللي احنا حتى يومنا هذا لسه عمالين بنكتشف فيها، ومفيش برضه حد قادر يوصل لسر بنى الحضاره بالحجم ده. ولكن ايه علاقه كل اللي انا قلته ده بسيدنا ادريس عليه السلام وبنى الاهرامات؟ فخليني بقى احكي لك القصه، هنقول من نصها.